السلام عليكم، مرحبا بكم على سي اس كا توجور مع جديد واخبار شبيبه القبائل. هل سيكون مصير شبيبه القبائل في هذه الجولات الثلاثه اللي جات وراء بعضها؟ دوك نحكيو من هي الفرق التي ستقابل شبيبه القبائل في هذه الايام، او بالاحرى الجولات الثلاث القادمه لشبيبه القبائل، وهل هي ربما مصير شبيبه القبائل في هذه الجولات سيعرف ان شاء الله. لايك الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق. مباريات صعبه جايه، يعني مرحله لشبيبه القبائل تثبت فيها استفاقاتها، لانه هذه الجولات تحب ولا تكره صعبه، ولكن الشبيبه مع الثقه اللي اكتسبتها مع بوزيدي راح تكون في المستوى ان شاء الله. جوله 23 اللي معروفه انه الكثير منها دار موعد وتوقيت المباراة، اللي هي الجولة 23 شبيبة القبائل ضد مولودية وهران يوم الخميس 18 ماي. الجولة 24 وفاق صيف شبيبة القبائل الثلاثاء 30 ماي، يعني تقريبا 12 يوم، هذه حاجة مليحة. والجولة 25 شبيبة القبائل ضد مولودية وهران في تيزي وزو، إن شاء الله مربوحة يوم السبت 3 جوان هذه. المهم شبيبة راح تلعب في سطيف، بعدها ستستقبل في تيزي وزو نادي مولودية الجزائر، كلاسيكو الجزائر. نتمنى التوفيق لشبيبة القبائل في هذه المرحلة، مباريات صعبة ولازم تثبت شبيبة القبائل يعني استفاقتها في هذه المباريات. ربما التباعد حاجة مليحة، لأنه تقريبا شبيبة القبائل لعبت فيه حتى 11 يوم ولا حاجة، 4 مقابلات، هذا ما يؤدي على مباريات كثيرة. قد اللاعبين يحسوا بالإرهاق، وأيضا تأتي الإصابات. الحمد لله بين سطيف ومولودية وهران وقت مليح للتحضير، وإن شاء الله الإثبات، فقط إثبات الاستفاقة. واش رايكم في شبيبة القبائل في هذه المرحلة؟ لايك الفيديو، ابوني في القناة، واتركوا لنا تعليق، شاركونا في الفيديو. نتمنى التوفيق لشبيبة القبائل في جي اس كا مع فيديو جديد وأخبار جديدة سنوافيكم بها. سلام خوتي.